أهلا بيكم. سبب استقالة دكتورة ياسمين فؤاد، خلينا الأول نعرف مين هي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. هي ياسمين صلاح فؤاد عبد العزيز، حصلت على دكتوراه في السياسة الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بالإضافة لدرجة الماجستير في العلوم البيئية. طبعًا الوزيرة لها العديد من الشهادات، أبرزها الشهادتين اللي إحنا ذكرناهم. بالتالي بالتالي كمان هي ترأست منصب وزيرة البيئة، وترأست الCOP 14 وCOP 27 المعروف عالميًا. طيب أسباب الاستقالة إيه؟ ترجع أسباب الاستقالة إلى تقديم الوزيرة استقالتها لصدور تكليف بمهام منصب دولي خلال الفترة الأخيرة عقب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. إزاي الكلام ده؟ يعني وزيرة البيئة دلوقتي هي ماسكة منصب في جمهورية مصر العربية، ترشحت لمنصب أممي خارج جمهورية مصر العربية، ما ينفعش تمسك منصبين، لازم تعتذر عن واحد، يا اما المنصب الاممي يا اما منصب وزيره البيئه. هي عملت ايه؟ الوزيره استقالت طبعا من منصب وزيره البيئه المصريه، وترشحت او فضلت انها ايه تستمر في المنصب الاممي باسم مصر برضو بره في الامم المتحده باتفاقيه التصحر. فهي مش استقاله بمعنى الاستقاله زي السوشيال ميديا وفي وزيره تستقال ولا في حد، لا لا مفيش الكلام ده. هي الوزيره اترشحت لمنصب زي اترقت، دي حاجه كويسه على فكره بالنسبه لها جدا. اترقت لمنصب خارج مصر، ان هي تخرج بره بتكون باسم مصر برضه. تمام. جاء تعيين ياسمين فؤاد بعد مشاورات من مكتب مؤتمر الاطراف في الامم المتحده لمكافحه التصحر، واعرب الامين العام عن امتنانه العميق لخدمتها المتفانيه والتزامها المتميز تجاه المنظمه. طيب ازاي احتفل مجلس الوزراء بياسمين فؤاد؟ ده دليل اللي هي حاجه كويسه، مش حاجه وحشه زي ما الناس ايه بتردد، يعني الوزيره استقالت. أعلن مجلس الوزراء باختيار ياسمين فؤاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واحتفل مجلس الوزراء سابقا في بيان له كان أصدره من قبل عقب انتهاء أحد اجتماعاته. خلص الاجتماع وعمل زي احتفال صغير للوزيرة، طبعا فرحان بيها لأنها بتروح بتشجع. ده اسم مصر، بتقول باسم مصر، هي في منصب صحيح أممي كبير بس برضه في الآخر باسم مصر. وعبر مجلس الوزراء عن سعادته البالغة باختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب الأممي الرفيع، الذي يأتي تتويجا لجهودها الكبيرة وخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية، حيث تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الحوكمة البيئية والعمل الدولي للمناخ. طبعا طب في منصب وزيرة البيئة هيروح لمين دلوقتي؟ طبعا طبعا مجلس الوزراء أصدر بيان إن المنصب هيروح لدكتورة منال عوضي اللي هي وزيرة التنمية المحلية، طبعا هتمسك المنصب مؤقتا لحين تولي وزير آخر.